السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هذه حكاية لاله زهراء، امرأة مكافحة وصبارة، دارت المستحيل باش ولادها يكبروا في العز وما تكون حتى حاجة ناقصاهم بعد ما توفى راجلها، وبقى الحمل عليها تقيل بوحدها، لكن كانت قادة وقدرات تسلك راسها وتعتني بيهم. دقات قاع البيبان باش تلقى خدمة شريفة باش تعيش وليداتها في ظروف طيبة، ما عمرها تشكات ولا حرماتهم أو بخلات عليهم بشي حاجة. كانوا عندها 3 ديال الأولاد مقاربين في العمر، دخلاتهم كاملين المدرسة وكافحات باش يتعلموا ويقراو مزيان ويوصلوا لمستوى زوين ويحققوا أحلامهم. رباتهم على الصدق والأخلاق الطيبة، لكن تعيا ما تعلم فيهم اللي فيه شي طبيعة ما عمرها تحيد منه. الولد الكبير فيهم كانت تعيا تنصحو وترد ليه عقلو باش يمشي للمدرسة، لكن كان ديما كيصبح ناعس وكيرفض يمشي، اولا كيخرج مع صحابه ويخليها تقلب عليه بصعوبة باش كتلقاه وكتردو للمدرسة. حارت في التربية ديالو، تعرف على أصدقاء سيئين علموه قاع الفعايل الخايبة، لكن ما عمرها فقدات الآمال، بقات ديما مراقباه وخا طغى ولا كيرد عليها الهدرة وهي باغية ليه غير مصلحته. أما الولد الوسطاني كان كيدير المستحيل باش يقرا ويجي هو الأول في المدرسة، وكيطلب منها الفلوس وخا ما يكونش عندها، ويمشي يزيد السوايع الدعم ويشري كتوبة باش يقدر يحصل على نقاط مرتفعة في الامتحانات. بقى هكا حتى البكالوريا، والأم من حبها ليه كانت فخورة به، كتدعي معاه ينجح ويوصل لمركز كبير، لكن هو الأنانية طغات عليه وما عمرو قال ليها شي كلمة طيبة لتفرح قلبها. كان كيعرف غير متطلباته وتحضر ليه باش ينجح ويوصل للهدف ديالو، وخا مسكينة ما يكونش عندها باش تلبي متطلباته. أما الابن الصغير كان عكس خوتو كاملين، من صغره كان مرضي مع عمو ومقدر ظروفها، كان حامد الله على داكشي اللي عنده، ومستواه الدراسي كان ما بيش، كيدير كتر من جهده باش ينجح. وفي بعض المرات وفي وقت الفراغ كان كيخرج باش يخدم بس ما قسم الله باش يعاون امه. لاله زهراء علاقتها بالابن الصغير كانت طيبة، وخا هكاك ما عمرها فرقات بينه وبين خوته، لكن هو كان عارف بقيمة الأم. مشات ليام وجات ليام، أبناء لاله زهراء كبروا، الابن الكبير دار مشروع كبير ولا معروف وعنده سمعة طيبة في المدينة، تزوج وكون أسرة ديالو ونسى الأم ديالو وتشغل بالدنيا ومول حياتها، وما عمره عيط ليها ولا سول فيها ولو في التليفون. أما الابن المتوسط قدر يحصل على منصب كبير اللي كان كيحلم به، لكن حتى هو همل الأم ديالو وتشغل بالدنيا والسلطة والجاه. الأم تعذبات على ولادها، كبراتهم ورعاتهم، لكن ملي كبروا هملوها وخلاوها بوحدها في بيت بسيط، وملي كتمشي تزورهم كيجريو عليها اولا كيرفضوا يشوفوها، ولاو ما راضيينش بيها وكتحشم بيهم. لقات في جنبها ابنها الوحيد اللي كان هو الابن الصغير، بقى معاها ورعاها، كان مرضي وطيب القلب، عيا ما يقلب على خدمة مناسبة ليه بعد ما قرا وحصل على عدة دبلومات، لكن في كل مرة كيمشي كيرجع ويرفضوه. مهم عيا ما يقلب على خدمة بالشواهد ديالو والو ما لقاش، بقى كيضيباني وكيكافح من هنا وهنا باش يعاون امه المسنة اللي ما بقات قادرة دير والو
بعد ما كان عندها آمل في ولادها يكبروا ويعتنوا بها. لكن الابن الصغير ما عمره سامح في الأم ديالو، وكيف ما هزاته في الصغر كان ليها عكاز في الكبر. وفي واحد من الأيام داك المريض زاد عليه الحمل، وحتى من الخدمة اللي كان كيديباني فيها جراو عليه منها، حيت المشغل ما بقاتش عنده القدرة يقبل قاع العمال، واضطر يجري على النصف فيهم. وفي ديك الليلة رجع الابن مقلق وغضبان، ما جبر فين يوصل للدار حتى لقى الام ديالو في الباب وفي يديها الفاتورة ديال الماء والكهرباء. طلبات منه يخلصها ولا غيجيو ويقطعوها ليهم. بعد عدة إشعارات، وفي ديك اللحظة ما كانش عنده الفلوس إلا مبلغ بسيط كان محتاج ليه في ديك الساعة. الابن تفكر قاع دوك الايام اللي دوز مع الام ديالو ملي كان صغير، وكيفاش الام ديالو ما عمرها بخلات عليه بشي حاجة، وخا كانت مرا درويشة وعلى باب الله كانت كتكافح معاه ومع خوتو وتحضر ليهم داكشي اللي بغاو، وكتشري ليهم الالعاب والكتب والملابس. وملي صحتها قلالت يتخلاو عليها وينساوها. في الاول قال كيفاش خوتي كلهم ميسورين وعندهم تبارك الله، علاش ما يتفكروش الام ديالهم اللي كبراتهم وتمحنات معاهم حتى وصلوا لاهدافهم. شاف الام ديالو وقال ليها طلبي من خوتي الفلوس، ياك حتى هما ولادك وهما خدامين حسن مني انا. الام الصابورة شافت فيه بنظرة حسرة وقالت ليه ولدي انت الوحيد اللي كان زعم نطلب منك، اما هما كاملين ما كان زعمش عليهم وكان خاف منهم وما كان قدرش نطلب منهم شي حاجة، حيت عارفهم قلوبهم قصاحت وما بقات فيهم رحمة. لهاتهم الدنيا وطمعها وكلهم كيقلبوا على الزيادة ونساو ان قاع داكشي اللي كيبنيو فيه غيجي واحد النهار ويخليوه بلا رجعة، وانه ما كيدوم غير العمل الصالح والقلب الطيب السليم. الابن اخيرا استرجع الوعي ديالو وطلب السماحة من الام، عرف انه غلط في حقها وانه عنده كنز كبير بين يديه ولازم يحافظ عليه. وبسرعة الابن خدا الفاتورة من يد الام ديالو ومشى خلصها بداك المبلغ البسيط اللي كان عنده. الام الحنونة بقات عليه بالدعوات الطيبة، وما جا فين يوصل احتاجته مكالمة صوتية من شركة معروفة طالبين عمال رسميين بصالير مزيان. الابن فرح وما قداته فرحة بعد سنين طويلة وشحال هو كيقلب باش يلقى خدمة مناسبة ليه. رجع الابن مباشرة للدار وقبل راس الام ديالو، وهكذا عاشوا في الهنا والامان. وحياة الابن الصغير بقات غادة وكتزيان بردات الام ديالو. اما الابناء المساخيط حياتهم ظلمة، وخا عندهم مال الدنيا ما عمرهم يشوفوا النور في حياتهم. والام ديالهم كيف ما هملوها نساتهم وما بقات باغا تشوفهم. الام نعمة غالية خاصنا نحافظوا عليها، وهي كنز بين يدينا، والجنة تحت أقدام الأمهات.